طب تعمل ايه بقى لو انت مستواك في البايظ خالص؟ يعني حرفيا قريت المادة مرة كده، ولا حتى ما كنتش متقنها، ولا كنت تفهم حاجة، ولا كنت تعمل اي حاجة، وممكن ما كنتش فتحتها كمان. طيب نيجي بعد كده بقى للكيمياء العضوية. كده اول حاجة يا جدعان، اقسم بالله الحاجة الوحيدة اللي بتخلينا ما نعرفش نحل الكيمياء العضوية هي خلاص يا جدعان، الموضوع بينتهي. خلصنا. شوف انت عديت بكام مادة، ودلوقتي انت داخل المادة تاني مادة صعبة بالنسبة للناس بعد الفيزياء. وهقول لك شوية حاجات كده، وهقول لك النهاردة تعمل ايه مع المادة دي لو انت مستواك كويس، ولو انت مستواك ضعيف، ولو انت ما تعرفش حاجة اصلا في المادة. بص يعني انا مش هقول لك ان الكيمياء سهلة وتتلم وانا كنت بحبها بقى وبعشقها، ومش هقول لك ان انا كنت بكره الكيمياء، ولكن انا كنت بستصعب الكيمياء، وكنت بستصعبها بالله يا جدعان. انا لميت الكيمياء في الاخر، حرفيا والله انا لميتها في الاخر، وهو الحمد لله انا دخلت صيدلة يعني الكيمياء كلها. والله يا جدعان كنت لامم الكيمياء في الاخر بس، وجبت فيها 52 ونص. بص، انا على ايامي كانت الكيمياء تقريبا بينها وبين الماده اللي قبلها 7 ايام، فكان عندي وقت شويه. تقريبا انتوا عندكم 3 ايام بين الانجليزي والكيمياء، ولكن يعني ان شاء الله تقدر تعمل فيهم حاجه. اول حاجه، لو انت مستواك اصلا حلو في الكيمياء ومذاكر كيمياء كويس، هتعمل ايه؟ اول حاجه انت هتركز لي على العضويه وهتربطها ببعضها كويس. يعني انت تبقى كانك شايف العضويه كده من بعيد، انت شايف كل حاجه، حافظ كل حاجه لوحدها، وتقدر تربطهم مع بعض بطريقه سهله وكويسه. والافضل لو انت الوقت مش معاك كويس وانت مذاكر كويس، هتعمل ايه؟ هتفتح الكتاب او الملخصات اللي انت كنت بتذاكر منها، وتقراها كلها بكل الحاجات المهمه اللي انت كنت كاتبها، بكل حاجه انت كنت كاتبها هتقراها كلها. ابدا بقى حل الامتحانات الاسترشاديه، عشان بيقولوا ان هي بيجي منها اسئله كتير، وحل امتحانات السنوات السابقه، وركز على امتحان 2023 عشان كان صعب. فانت لو حليت امتحان 2023 كويس وركزت في الافكار، اعتقد امتحانك هتعرف تحله بسهوله. ولو انت بقى مثلا برضو عندك مشكله في الحل، يعني انت مذاكر وحافظ وفاهم وكل حاجه وعندك مشكله في الحل، اقعد شوف المدرسين هما بيحلوا، هتلاقيهم بيحلوا الفتره دي اسئله كتير جدا. اقعد تفهم كل سؤال بيتحل ازاي، وليه اتحل كده، وليه استخدمنا كده بدل كده. والعضويه اهم حاجه تركز في الجزء التاني لانه اكتر جزء صعب، مربط في بعضه، وانت بقى هتقعد تربط بقى. يعني انت ايه اهم حاجه؟ تكون حافظ كل عيله لوحدها، ولما تبقى حافظ كل عيله لوحدها تبدا تربطهم في بعض. ما تربطليش كله في بعض وانت مش متقن كل عيله لوحدها، لان دي الغلطه في الحل او الصعوبه في الحل، اللي الناس بتبقى عايزه تربط كل حاجه في بعض، وعايزه تعمل كل حاجه في كل حاجه، وهي اصلا مش حافظه كل عيله لوحدها. انت احفظ كل عيله لوحدها عشان تعرف تحل. بس اهم حاجه ان انت بعد ما تحفظ كل عيله لوحدها تقعد تربطهم بقى كلهم في بعض، هتلاقي عندك بقى تربيطات وحاجات. فانت لما تبقى حافظ كل عيله كويس ومتقنها كويس، التربيط ده بالنسبه لك هيبقى سهل جدا. يا دوبك هتقراه مره هتلاقيك حفظته على طول. اتقن 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 التسميه كويس، لان التسميه اكيد هيجي عليها اسئله. التسميه ده سؤال لازم اعتقد هيجيلك. اعرف بقى انت بتختار اطول سلسله، وانت بتختار مش عارف ايه. يعني بص، اتقن كل حاجه تخص التسمية، اتقنها. كل العائلات، كل عيلة بتسميها ازاي، الأبجدية والحاجات دي كلها اتقنها، لأن دي يعتبر درجات ببلاش أصلا. وابدأ ركز بقى على الحل، وكنت بتغلط دي زمان ليه، وهل الغلطات اللي انت كنت بتغلطها فهمت بقى هي ليه غلط وعرفت تحلها كويس وصح؟ لأن خلي بالك، الغلطات اللي انت بتغلطها لما تحلها تاني انت مستحيل تنساها. يعني في فرق لما انت تغلط غلطة، او ان انت في، يعني انت لو انت نفسك حليت سؤال قبل كده كان سهل ممكن تنساه، لكن لو انت في سؤال كان صعب وبعد كده شفت هو اتحل ازاي وحلته مرة تانية، صدقني مستحيل تنساه. يعني مستحيل، خلاص بيبقى في دماغك في الذاكرة الدائمة ومستحيل تنساه مهما حصل. طب تعمل ايه بقى لو انت مستواك في البايظ خالص؟ يعني حرفيا قريت المادة مرة كده، ولا حتى ما كنتش متقنها، ولا كنت تفهم حاجة، ولا كنت تعمل اي حاجة، وممكن ما كنتش فتحتها كمان. في الحالة دي بقى انت هتضطر تعمل ايه؟ بص يعني انا حرفيا انا ما كنتش الكيمياء دي، انا الكيمياء دي كنت بحضرها. مش هقول لكم انا ما كنتش بحضرها من اول سنه، لا انا كنت بحضرها بس والله ما بعرف احل ولا بفهم اصلا هم بيقولوا ايه. يعني انا بحضر كده لله والوطن، ما بفهمش هم بيقولوا ايه خالص. وظبطت نفسي عشان ما كنتش كداب، خلصت الكيمياء العامه كلها في اخر شهر. يعني كنت باخد منها اجزاء في اخر شهر، والعضويه خلصتها في اخر اسبوع. لكن احنا دلوقتي هنحاول بقى نتصرف ونشعبولي الموضوع كده ايه في ال3 ايام دول. لا انا عايزك ايه، تشعبول لي العمليه شويه يعني. مش فاهم. يعني ايه تبسط لي الامور شويه عشان انا. بص، اول حاجة انا عايزك يعني تبقى عندك فكرة الدنيا بتتكلم عن ايه. ده لو انت مستواك في البايظ خالص، او حتى ما تعرفش الدنيا بتتكلم عن ايه، انت هتعمل ايه؟ انت هتشوف مثلا، اكيد هتلاقي حد عامل لك مراجعة في 10 ساعات،
مراجعه احنا دلوقتي بنتكلم على الكيمياء العامه، احنا دلوقتي ماليش دعوه بالكيمياء العضويه، دلوقتي بتكلم على الكيمياء العامه. هتاخد الكيمياء العامه في يوم او هتاخد الكيمياء العامه في يوم وتحاول تزنق الكيمياء العضويه في يوم ونص او يوم حتى. اول حاجه هتاخد الكيمياء العامه تشوف لها فيديو مثلا ملخص في 10 ساعات او حاجه. انا عايزك تطلع من الفيديو ده مثلا على الاقل ب 60 70% فهم. انا عايزك تطلع ب 60 70% فهم، واقول لك بقى ازاي هنكمل ال 60 70% دول بحاجات تانية. طيب انت هتشوف مثلا الفيديو ال5 ساعات ده هتضربه في 1.5، وهتقعد كده انت مثلا عندك معلومات سابقة او حتى ما تعرفش حاجة، ده في اسوأ الحالات. هتضرب الفيديو ده في 1.5، هتبدأ اليوم من اوله. يعني انت هتبدأ اليوم من اوله وهتشغل الفيديو ده. انا عايزك مثلا تبدأ مثلا 3 4 الفجر، هتقعد مثلا لحد مثلا الساعة 1 2 انت بس بتذاكر، حضرت الفيديو وخلصته والدنيا تمام. الفيديو مش هيكون فيه معلومات كتير، وهيبقى يعني محتاج واحد يكون عنده فكرة عن الدنيا كده وحضر قبل كده، ولكن احنا بنحاول ننقذ الدنيا وخلاص. فيعني بنحاول نطلع بمعنى اصح باقل الخسائر. فانت هتشوف الفيديو ده وهتقعد باقي اليوم قاعد بتحل. شوف الراجل او شوف المدرس اللي انت هتتفرج عليه ده بيحل ازاي، وحل سنين السابقة على الكيمياء العامة بس، يعني مالكش دعوة العضوية. هات كل باب ذاكره لوحده بسرعة، حل اسئلة كل باب لوحده وخلص الدنيا بسرعة كده. يعني انت ايه، الجزء الاول حضرت الشرح كله حتى لو 60 70%، والجزء التاني مع الحل صدقني انت تفتكر القوانين وهتفتكر اي حاجه ليها علاقه بالكيمياء. السؤال اللي هتكرر معاك هتعرف تحله بعد كده. بس انا عايزك تفهم ايه، عايزك تحاول تفهم. يعني لما تشوف الشخص وهو بيشرح المساله، انا عايزك تفهمها بطريقه وتحفظها بطريقه ان انت هتشرحها لحد. انت لما تبقى تشرح حاجه لحد وتشوف حد بيشرحها، انت هتاخد طريقته، هتعرف هو بيفكر ازاي، هو ليه اختار كده، ليه عمل كده، ليه حذف دي، ليه عمل. فانت الموضوع هيترسخ في دماغك. فانا عايزك وانت بتشوف الحل تشوف كانك هتشرح لحد، وبعد كده ممكن على فكره تاخد حد من اهلك او حاجه وتقعد تشرح له ليه المساله حصلت كده وليه عملت كده. الموضوع صدقني هيثبت في دماغك اكتر. طيب نيجي بعد كده بقى للكيمياء العضويه. كده انت حاولت تكربس الكيمياء العامه وخلصتها في اليوم اول يوم. نيجي بقى في اليوم التاني هتبدا الكيمياء العضويه. اول حاجه يعني اقسم بالله الحاجه الوحيده اللي بتخلينا ما نعرفش نحل الكيمياء العضويه هي الاساسيات. انت مش يعني بص، اول 3 محاضرات دول هم الكنز، دول هم اللي بيفهموك ايه هي الكيمياء العضويه. يعني انت الكيمياء العضويه دي انت خدتهاش قبل كده. فاول 3 محاضرات الانترودكشن دي هي اللي بتفهمك الدنيا ماشيه ازاي، هي اللي بتفهمك هتحل ازاي. هي بص يعني هي زي المبنى، انت اول طبقه دي او اول دور ده اسسته كويس هتقدر تكمل بعديه بسهوله، وهيبقى الموضوع سهل. اذا كان تسميه، اذا كان كل حاجه. يعني مثلا الايزومر معتمد على انك تسمي وانك تشيل واحد من هنا تحطه هنا وقوانين وحاجات. انت لو ظبطت الاساسيات كويس صدقني اللي بعد كده كله هيبقى مظبوط. ويا جدعان انا فعلا انا اخر الجزء التاني من الكيمياء العضويه ما كنتش بطيئه. ويعني كنت حرفيا يعني خلاص كنت هنفجر من الجزء التاني بتاع الكيمياء العضويه. هتاخد الجزء الاول من الكيمياء العضويه، النص الاول الباب الاول من الكيمياء العضويه ده تفرمه حرفيا. تحاول انك تحفظ كل عيله لوحدها. يعني الالكان احفظه لوحده بكل حاجته، الالكين احفظه لوحده بكل حاجته. بص لو انت حفظت كل حاجه لوحدها كويس جدا، انا اضمن لك لما تيجي تربط الموضوع هيبقى سهل. هتفتكر كل حاجه في دماغك، ولكن احفظ كويس. حاول انك تقعد تكتبهم كذا مره كده وتقعد تعمل دوريات على الكلاس وتطلع بقى كل حاجه. صدقني الموضوع هيتحفظ بسهوله جدا. يعني والله يا جدعان انا ما كنتش بحب الكيمياء العضويه خالص خالص، كنت بحب الكيمياء العامه جدا، ما كنتش بحب الكيمياء العضويه. لما دخلت الجامعه يعني سبحان الله الجامعه كلها كيمياء عضويه. عندي ماده كامله هي بس كيمياء عضويه، ولسه هاخدها كمان السنه الجايه. يعني هي ماده كامله بس كيمياء عضويه. يعني الكيمياء العضويه بتاعت ثانويه عامه دي والله اكتشفت ان هي سهله جدا والموضوع يتلم بسهوله. فانت صراحه النص الاول من الكيمياء العضويه ده مش هياخد منك مجهود. يعني بيتهيألي النص الاول من الكيمياء العضويه ده سهل وكويس وبسيط جدا، كله الكان الكين الكاين حاجات سهله جدا. لكن النص التاني صعب، ده اللي هياخد منك مجهود. فانت حاول انك تشوف مدرس حلو بيشرح النص التاني ده وتقعد تحفظ كتير. يا جدعان الكيمياء العضويه يعني فيها انت لازم تحفظ عشان تقدر تفهم. يعني فيها حاجات حفظ كتير عشان تقدر تفهمها. التحويلات كلها حفظ، ازاي تصنع الحاجه دي حفظ. فانت الكيمياء العضويه فهم كتير، ولكن الحفظ لازم تحفظ عشان تقدر تفهم. يعني ما تقدرش تفهم من غير ما تحفظ، لازم تحفظ عشان تقدر تفهم الكيمياء العضوية كويس، تقدر تمشي في الموضوع كويس وتقدر تحل. والكيمياء العضوية انت لو جبت مثلا على النص الاول حليت لوحده وبعد كده النص التاني حليت لوحده وبعد كده حليت على النصين مع بعض، هتقدر تحل كويس. لان الكيمياء العضوية يعني اسئلتها بتتكرر كتير، لان في اسئلة بتتكرر كتير جدا في الكيمياء العضوية. تقدر لو انت شفت مدرس بيحلها كويس وبيحل الحاجة دي بطريقة سهلة
وبيبسط لك المعلومه ازاي حليت كده وازاي اخترت دي. الموضوع هيتحل بسهوله. خلاص الكيمياء العضويه بقى وتحل عليها، حاول ان اخر يوم ده او النص التاني، يعني انت شوف بص انت ظبطها، يعني انت ظبط اليومين الاخرين دول هتقدر. يعني كل ما تحاول انك تخلص الحاجه بدري اكتر كل ما الحاجات دي هتبقى افضل. هيبقى عندك وقت ان انت تحل امتحانات شامله، مثلا امتحانات استرشاديه حل مثلا امتحانين استرشاديين اقل حاجه، يعني ما تقلش. ده لو انت مستواك بايظ خالص. انا دلوقتي بتكلم في الناس اللي مستواها يمكن ما تعرفش حاجه عن الماده. عشان في ناس تقول لي تكتب لي في تعليقات انت بتقول لي حلوا امتحانات، انا بقول للناس اللي هي اصلا مش عارفه حاجه خالص، الناس اللي هي على الله ان شاء الله. بعد كده حل امتحان مثلا 2024 و2023، حاول تشوف حد بيحل امتحان 2023 كويس. يا جدعان انا مش بخوفكم، ولكن انا امتحان الكيمياء بتاعي ما جاش صعب، يعني كان كويس ما جاش صعب. امتحان 2023 جه صعب، فانت ما تضمنش الامتحان السنه دي هيجي زي متوسط او سهل، او هيجي زي دفعه 2023 صعب جدا وما يتحلش. فانت اعمل اللي عليك وسيبها على ربنا وخلاص. بس حتى لو ناقص 3 ايام يعني الموضوع سهل وهيعدي بسرعه. بس وربنا معاكم.